من سورة الإخلاص والتهليل والتسبيح والصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال كان يجيبون 1000. وقد أخبرناكم أن لقينا بعض علماء سوريا في أيام الحج، هذا قبل 20 سنة يمكن أو أقل، أكثر من 20 سنة، أكثر من 20 سنة لقينا في الحج وبعد الأحداث هذا اللي كانت في سوريا. يقول جاءتني امرأة تبكي تبكي تبكي، فظننت أنه قتلوا أبوها وزوجها وولدها، أنه أوقات شدة، حتى سكتت. قلت ما بالك ليش تبكين؟ قالت لي 3 أيام ما رأيت النبي. قالوا أنت تبكين من شان هذا؟ قالت نعم، 3 ليالي ما رأيته. قالوا أنت ترين كل ليلة؟ قالت كل ليلة أراه، لكن الآن 3 ليالي ما دريت إيش هذا البلوى، إيش المصيبة اللي نزلت بي، إيش عملت من خطيئة، أنا تائبة أنا، وجيت تبكي من شان هذا. قال قلت لها كم وردك من الصلاة على النبي؟ قالت كل يوم 15,000، تصلي كل يوم 15,000. صارت ترى كل ليلة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحبيب محمد الهدار كان يذكرنا الحبيب حسن بن إسماعيل الحامد صاحب الرباط في عيناد، قال يمكن الواحد منكم يمر عليه أسبوع ما يرى النبي وهو طالب علم. فمتعجب، قال أسبوع، متعجب يكون أسبوع كامل وما ترى نبيك وانت طالب علم؟ يا الله. الله يربطنا بهذا النبي ويرضيه عنا ويرزقنا حقيقة الرضا به نبيا. إذا رضيت به النبي ما عاد شيء خبر أحسن من خبره عندك، ولا شيء أفضل من سنته وهديه وسعيه، ولا عاد تفكر إلا فيه. ما عاد حد من الخلق أحب إليه منك، ما عاد حد من الخلق أحب إليك منه عليه الصلاة والسلام، لأنه نبي الله ورسوله. رضيت به نبي، رضينا بمحمد نبي، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. من قرر هذا المعنى في قلبه، قرر هذا المعنى بأن يقول هذه الكلمة 3 مرات صباح ومساء، قال بات والله كان حقا على الله أن يرضيه. كان حقا على الله، هو يقرر ويأكد رضاه بالله رب وبالنبي رسول وبالإسلام دين، فالحق تعالى يتولاه فيرضيه. كان حقا على الله أن يرضيه.